السلام عليكم جميعا، معكم الأكتور زيتون ياسين. المهم بالنسبة سافرنا لواحد الطبيعة اللي بعيدة وقليلة الطبيعة. المهم هذا الجدر ديال الشجرة باش نشعلو العافية. وبالنسبة للكفتة هذيك اللي في ميكا خليناها تذوب لحق جبتها معايا جامدة. وبالنسبة للشواية بيان إن شاء الله نقادو الكفتة. وهنايا تنشوف واحد شوية ديال الطبيعة، بأن قليل هاد المكان اللي فيه الطبيعة، لحقاش أنا بعدت على الناس بزاف غير باش ما يكونوش الضرر، لحقاش أنا غندير الشواية وما يكونش صداع. وبالنسبة للفيتيتي جبلية الطريق، وبالنسبة تنتكسلو باش إن شاء الله غادي نقادو الأمور. وهنايا مشيت نقلب على الكراطن والكواغط باش نشعلو العافية. وبالنسبة هنا باش كندير الكراطن باش نقادهم، وكنستف العواد ديال باش نقادو هنايا العافية. وبالنسبة للعواد اللي مستفين هنا غادي نبداو الانطلاقة ديال غنستفو الكفتة في الشواية. وبالنسبة للميكا دابت مبقاش جامدة، وهنا فين غادي نقطعو كفتة طريفات باش غادي نقادو الحبيبات هنايا مستفين. وبالنسبة للشواية غادي نعمروها بحال هكايا، وهي عمرات. واليوم غادي نقادو العافية باش غادي نشعلو العافية مزيان باش نقادو الأمور، بأن خص يكون العافية زاندة باش الكفتة تحمر. وهنا العافية هي زندات. واليوم دابا غادي نحطو الكفتة باش غادي تشوى مزيان، لحقاش العافية طلعت مجهدة، لحقاش الريح بزاف. ودابا هانتوما كتشوفو في دقيقة دغيا الشواية تحمرات ودغيا تشوات. وهنا خليناها تبرد لحقاش زندات عليها العافية بزاف. هانتوما كيما كتشوفو تحمرت مزيان. المهم طلعت واعرة. المهم كما كتشوفو دابا بالنسبة للطياب، ودابا غادي ندوقو واحد الحبيبة ومن بعد غادي ناكلو. واليوم ومن بعد ملي عرقنا دابا صافي جمعنا وطوينا، وغادي نمشيو بحالاتنا ان شاء الله نكملو الطريق ديالنا. المهم الخوت مازال ان شاء الله نبقى ندير فيديوهات بحال هكا.